مساء الخير. حلقتنا اليوم بخصوص الفيديو المتداول للشخص اللي سموه شبيه شيكا أو الباكستاني المتوفى، الله يرحمه ويرحم شيكا. أنا نزلت فيديو قبل هذا الفيديو وقلت إن هذا الشخص ليس إبراهيم شيكا، وكنت متأكدة فعلا إنه مش إبراهيم شيكا وإنما هو شخص باكستاني. ودخلت على صفحة الأخ اللي منزل أو حساب الأخ اللي منزل الصورة وسألته هل هذا الشخص هو أخوك أو ليش منزل صورته، فأعطاني بلوك. تفرجت على كذا لايف، تفرجت على كذا تحليل من الناس اللي في التيك توك، قعدت مع نفسي شوي وفكرت ولقيت ان عندي تحليل ثاني. هو ليس تناقض يعني في الفيديوهات او في رأيي الشخصي، ولكن تحليلين صار عندي وصرت انا ضايعة بين التحاليل. اتوقع ان اللي في الصورة كما انا حللت ان هذه الصورة هي لابراهيم شيكا، ولكن صورة مختلفة. كيف انا عرفت ان ابراهيم شيكا؟ خلينا نشوف الصورة هذه. مثلا هذه صورة الشخص المتوفي وهذه صورة الاحتضار. هناك فرق شاسع بين الصورتين لا يمثلون لبعض بأي شكل من الأشكال، بس أنا فكرت أنه لأن ثاني الشخص يعني أقول ضعف، أقول تغيرت ملامحه فصار، ولكن لما قارنت الأسنان وطابقت الأسنان، لأن أنتم تكلمتوا عن أسنان إبراهيم شيكا أنها صف وأنها لاين واحد وغير متفرقة، وأن أسنان هذا الشخص متفرقة. بحثت في صور إبراهيم شيكا الله يرحمه القديمة قبل المرض وبعد المرض، هذه صور إبراهيم، والأسنان مثل ما هي متفرقة وعمرها ما كانت مصطفى. تشوفونها مصطفى لما كان إبراهيم يصور فيديو ويكون طالع بفلتر، فتشوفون وجهه صافي، تشوفون أسنانه بيضة، ولكن الأسنان الحقيقية لإبراهيم شيكا هذه، سواء قبل المرض أو بعد المرض، أسنان عمرها ما كانت مصطفى. ثاني شيء مثل ما أنا سمعت في إحدى اللايفات إن التيشيرت الأزرق، وفعلا أنا بحثت ولقيت إن التيشيرت الأزرق هذا اللي لابسنه المحتضر يشبه تيشيرت أزرق عند إبراهيم شيكا، جدا يحب يلبسه، يعني بحط إنه يلبسه بكثرة في كذا فيديو هو منزلنا. والأهم من هذا إن الفيديو للشخص المحتضر كان ملعوب فيه بالذكاء الاصطناعي، فتم إضافة فتحة الحنجرات، تم تغيير مثلا إن حلقوا له مثلا اللحية بعد ما توفى أو قبل ما يتوفى. وفي احتمال ثاني إن لما هبة تصورت معاه وهي تبكي تقول زوجي توفى وأنا تصورت معاه لحظة الموت، يمكن إنه ما كان ميت، يمكن كان مغمى عليه، يمكن كان نايم، وقالت لكم هذه لحظة وفاة شيكا. طلع شيكا مات تاني يوم، ما ماتش في نفس اليوم. شيكا مات زي ما مات صلاح قابيل. شيكا كانوا مفكرين ان هو مات. بس في احتمال ثاني إن لما هبة تصورت معاه وهي تبكي تقول زوجي توفى وأنا تصورت معاه لحظة الموت، يمكن إنه ما كان ميت، يمكن كان مغمى عليه، يمكن كان نايم، وقالت لكم هذه لحظة وفاة شيكا. يمكن لما عرفوا انه بيموت حلقوا له شنبه، وهذه لحظات الاحتضار الأصلية فعلا لشيكا، وهذا كله جائز، يمكن يكون معدل بالذكاء الاصطناعي، ولكن فعلا الشبه قريب جدا من إبراهيم شيكا، والأسنان والشامة واللبس ونظرة العين، شكل العين يعني سبحان الله، واللي فوق العين كذا مدموج لونه بني، إذا لاحظته دائما في إبراهيم شيكا، يعني سوري في التعبير، دائما يكون نفس الاي شادو اللي البنات يحطونه فيه كذا خط لونه بني دائما فوق الجفن، هذا موجود في إبراهيم شيكا. فأنا لا أجزم بأنها صورة إبراهيم شيكا ولا أنفي أنها مش هو، لأن إثارة الجدل معروفة من وين جاية. كما أنه يمكن يكون صاحب الحساب الهندي هذا أو الباكستاني، لأنه يعرف أن القصة هذه ترى واصلة لباكستان والهند والبلاد هذيك، لأن في صفحات كثيرة تنزل صور هبة تركي وزوجها الله يرحمه، يعني وحاطين عليها مغاني وكذا. فأتوقع أن يعني قصته معروفة شوي نوعا ما في بعض الصفحات، فيمكن صاحب الصفحة يعني يحب أنه ينزل صورة إبراهيم على أنه أخوه، فسوى لها تعديل للريتش.
ما شاء الله لو تشوفون كم صفحته واصلة او الفيديو هذا كم المشاهدات في صفحته مقارنة بالمشاهدات اللي عنده هو، ففعلا يمكن هذا الصورة تكون يعني صورة ابراهيم لكن فيها تعديل للريتش، بس كيف جابها هذه هو طريقته. عموما هو موجود في الصورة هذه ان هني مكتوب او مثل ما انتم تلاحظون انها عدلت بالذكاء الاصطناعي، واتوقع ان هذا الحساب اللي هنا تشوفونه هو الحساب اللي نزل الصورة، والله اعلم. مجرد وجهة نظر لا تمت الحقيقة بصلة، استنتاجات. السلام عليكم.